عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. وبقالي كتير ما نزلتش فيديو على القناة، ولو في فيديو نزل من كام يوم فهو فيديو متصور من زمان ونزل قريب، يعني فيديو كان موجود كده على الكمبيوتر وما كنتش واخد بالي ان انا ما نزلتوش اصلا. المهم انا عايزك النهارده يعني حاول كده تسيب اي حاجة حواليك، حاول تركز معايا في كل ثانية هنتكلم فيها في الفيديو، لان احنا هنسرح مع بعض بخيالنا شوية النهارده. فسيب كل حاجة قدامك وعايزك تركز معايا كده، عشان الموضوع بتاع النهارده هو هيخليك تاخد بالك من حاجات كتير قوي، وتاخد بالك من حاجات هي معاك وانت بتضيعها ببلاش. خلينا كده قبل ما نبدأ الفيديو يعني الفت نظرك لحاجة، وهي ان كل عصر او كل زمن بيكون فيه حاجة الناس كلها بتجري عليها. يعني في فترة مثلا الناس كلها شايفة ان المستقبل في الفحم وفي الطاقة وفي الحاجات اللي زي دي، فترة تانية الناس شايفة ان المستقبل في الكهرباء والمحركات، فترة تالتة ناس شايفة ان المستقبل في نقطة ما، زي مثلا في اخر فترة كده كانت الناس شايفة ان المستقبل في البرمجة. الفترة اللي احنا فيها الناس كلها شايفة ان المستقبل في الاي اي. كل فترة وليها حاجة كده ايه اللي هي العنصر اللي الناس كلها بتبص عليه وشايفاه هو المستقبل، او شايفاه هو الاعلى قيمة في الفترة دي. عايز اقول لك بقى ان في حاجة مشتركة ما بين الفترات دي كلها، والحاجة دي هي موجودة عند كل بني ادم، والحاجة دي هي دايما ذات قيمة، وعايز اقول لك ان هي السبب في اللي احنا فيه ده كله اصلا. اسرح كده بخيالك معايا، ويعني قبل ما تكمل الفيديو عايزك تكتب لي في الكومنتات انت شايف ايه هي الحاجة اللي فعلا ذات قيمة والناس كلها موجودة عندها بس بترميها ببلاش، او بقت بترميها ببلاش في الزمن الحالي. من اول 2019 كده 2018 لحد النهاردة الناس بقت بترميها ببلاش، قبل كده الناس كانت بتستغلها صح. وقف الفيديو، اسرح بخيالك شوية وسيب لي كومنت، بس يلا بينا ندخل في الفيديو بتاعنا. انا مش هجاوبك على السؤال اللي سألته من شوية، تعالى كده واحدة واحدة نفكر هو ايه الحاجة اللي احنا كلنا بننزل الشغل عشانها، بنتحرك عشانها. الحاجة دي هي الفلوس، ايا كانت بقى العملة بتاعتك. طب احنا ليه بنعمل ده اصلا؟ يعني احنا ليه بنروح ونشتغل ونتعب عشان نجيب الفلوس؟ لان ببساطة الفلوس دي هي اللي هتخلينا نجيب كل حاجة حوالينا. تعال نرجع خطوة لورا كده بالزمن ونشوف هو اصلا الحاجات اللي احنا بقينا بنصرف فيها فلوسنا دي، او الفلوس شخصيا جت منين؟ الحاجات اللي احنا بنستخدمها والحاجات اللي احنا بنجيبها دي، هو ايه السبب في ان هي تيجي اصلا؟ ادي سؤال تاني كده اسرح فيه، وتعالى اخدك في سؤال تالت ونرجع بالزمن اكتر. هو ايه السبب اللي كان بيخلي الانسان اصلا يطارد حيوانات عشان يصطادها وياكلها؟ هتقول لي ببساطة عشان غريزة البقاء، هو عشان عايز يعيش. هقول لك ما هو ليه بقى؟ يعني ايه اللي مخليه عايز يعيش؟ ما هو انا لو هعيش حياتي في البهدلة دي، لو هعيش حياتي في ان انا هطلع اجري ورا حيوانات عشان اعيش، طب ما اعيش ليه اصلا؟ يعني ليه الهم؟ وللسبب ده ربنا خلق فينا هرمون الدوبامين. للسبب ده يعني لو هرمون الدوبامين مش موجود ما كانش زماننا عايشين اصلا، ما كانش زماننا عايزين نعيش، ما كانش هيبقى عندك رغبة في الحياة. وتصحيح كده لمعلومة ممكن تكون غلط عندك، هرمون الدوبامين هو مش هرمون السعادة، هو واحد من 4 هرمونات هم اللي بيتحكموا في مزاجك وسعادتك والكلام ده كله. ولكن هرمون الدوبامين هو اخطرهم، لان مش هو اللي بيحسسك بالسعاده، ولكن هو اللي بيخليك اصلا تتحرك. يعني هرمون الدوبامين هو اللي بيخليك تتوقع المكافاه اللي جايه فتتحرك عشان تعملها. وده بالظبط اللي كان بيخلي الناس البدائيه يجروا ورا الحيوانات عشان يصطادوها، وده هو السبب اللي مخليك عايش. تخيل ان احنا ناس عايشين في العصر الحجري ورايحين نصطاد حيوان ما عشان ناكل. انا دلوقتي لو طلعت اجري ورا حيوان قدامي حاجه من اتنين، يا اصطاده يا يهرب مني، او احتمال ثالث ان هو ياكلني يعني ان في حاجه تانية تاكلني، بس يعني خلينا في الاحتمالين اللي هم دماغنا بتفكر فيهم، ان انا يا اما هصطاده يا اما هو هيهرب مني. طب ايه اللي هيخليني بقى اخد الخطوه واروح اجري وراه؟ السبب هو ان انا عندي احتماليه ان انا ممكن اكسب. اهو فكره اني عندي احتماليه ان انا ممكن اكسب هي دي اللي جت من الدوبامين، هي دي اللي خلتني اقوم اتحرك من مكاني اصلا. طيب عايز تقول ايه يا عم احمد؟ تخدتنا ليه في حته كده بعيده قوي؟ اقول لك ان الحاجه دي هي اللي مخلياك اصلا حابب تعيش، الحاجه دي هي اللي مخلياك دايما بتتحرك، والحاجه دي هي دي السبب في كل حاجه حوالينا. لو فكرت كده في اي حاجه حواليك، اي حاجه من الاختراعات اللي حوالينا، هتلاقي ان سببها ان كان في مشكله ما وانسان بيحاول يحلها. طب الانسان ده بيحاول يحلها ليه؟ لانه هو متوقع ان هو هيلاقي الحل.
والسبب في كل القصه دي هو الدوبامين. هتلاقي ان في وانت بتقلب كده في الفيسبوك او ايا كانت السوشيال ميديا اللي انت بتستخدمها، هتلاقي في بوست كده منتشر يقول لك ما الانسان كان بيعيش ويقوم يجري ورا الغزاله يصطادها وياكل، لازم حضاره وزفت على دماغنا، ايه اللي مخلينا نعمل كل ده؟ اقول لك ان الاجابه ببساطه هي الدوبامين، لان هي اللي خلتك اصلا تتحرك من مكانك وتبتدي تسعى للافضل، تبتدي ان انت تدور ان انت تكون احسن. هو ده السبب في الموضوع كله. الدوبامين ده لوحده هو مش هينتج الافكار، هو هيخليك بس عايز تقوم تعمل حاجه، متحمس ان انت تقوم تعمل حاجه. لو جيت بقى سرحت بخيالك كده وقلت طيب انا دلوقتي جوايا الهرمون اللي بيخليني متوقع او مش متوقع، انا بجري ورا الحاجه اللي فيها مكافاه غير متوقعه. طب هو محتاج ان انا اركز في الحاجه دي، محتاج ان انا افكر فيها، محتاج ان انا اتخيلها، محتاج ان انا هستخدم باقي حواسي وهستخدم خيالي ودماغي وتفكيري وكل حاجه عشان اقوم اعمل الحاجه دي. اقول لك ان هي دي بقى اغلى حاجه موجوده وانت بتبيعها بالرخيص، وهي الانتباه. بص يعني انا واخدك في الحدوته اللي فاتت دي كلها عشان نوصل للنقطه دي. عارف انت قلت لك زمان كانت الناس شايفه ان المستقبل في الحته الفلانيه، المستقبل في الفحم، المستقبل في الكهرباء، المستقبل في الذكاء الاصطناعي. هو الحاجه بقى المشتركه ان الانتباه هو ده اللي خلق كل ده اصلا. يعني انتباهنا والدوبامين اللي عندنا هو اللي خلق كل حاجه احنا بنستخدمها. فلو جينا بصينا بقى بشكل اعمق للموضوع هتلاقي ان اغلى عمله موجوده في الكوكب هي انتباهك، هي تركيزك انت. ما هو انت تركيزك لو معاك فانت هتعلي على الناس اللي قبلك، وتركيزك لو مش معاك فهو مع حد تاني قادر انه يستخدمه في ان هو يكسب من وراك. انا عارف انت مش فاهم حاجه تعالى واحده واحده نفهم انا بتكلم في ايه. انتباهك ده انا اقدر ان انا احوله لفلوس. انتباهك اقدر ان انا احوله لعمله حقيقيه. ازاي؟ بالبتاع ده. طيب تعالى بقى ندخل في الموضوع بتاعنا. لو تلاحظ كده من شويه انا قلت لك ان الانتباه بتاعك انا ممكن احوله لفلوس. طب ما ده معناه ان انت بالنسبه لي سلعه، معناه ان انت بالنسبه لي حاجه انا ممكن استغلها في ان انا اكسب منها. حلو. ما سالتش نفسك هو ليه احنا بنستخدم الفيسبوك والانستجرام والسناب شات والتيك توك والحاجات دي كلها ببلاش؟ يعني الناس دي بتكسب مننا ايه؟ الناس اصحاب السوشيال ميديا دول بيكسبوا مننا ايه؟ هما بيكسبوا انتباهك، هو ده بس اللي احنا عايزينه. طب برضه هيعملوا بيه ايه؟ يعني مارك مثلا استفاد ايه لما انا قعدت اتفرج على ريلز ولا قعدت اتفرج على بوستات ولا استفاد ايه؟ هقول لك ان ببساطه انتباهك ده انا ممكن احوله فلوس من خلال الاعلانات، من خلال ان انا اخليك رقم، انت مجرد رقم في ارقام كتير انا على اساسها بجيب عملاء وببيع لهم الارقام دي. يعني ايه؟ انا بتوهك معايا بس معلش استحملني. يعني ايه انت رقم في شويه ارقام؟ انا دلوقتي لو اديتك الفيسبوك او السوشيال ميديا بفلوس انت غالبا مش هتستخدمها، غالبا مش هتفتحها اصلا ما عنديش استعداد ان انا اشترك فيها عشان حاجه انا لسه يعني ما ادمنتهاش، ما عارف اللي هو ايه، جديده عليا، فهدفع فيها فلوس ليه؟ فوقتها هبص عليها ان هي حاجه تافهه، انها حاجه ملهاش لازمه. لكن عايز اقول لك ان اصحاب السوشيال ميديا يعني واحد زي مارك ده لو قال لك من بكره ان انت عشان تستخدم انستجرام مثلا هتدفع 100 جنيه انت هتدفعه. ليه؟ لان هو خلاص هو خلاك ادمنته. طيب ايه بقى اللي حصل؟ وايه اللي خلانا ندمن اصلا الحاجه دي؟ وازاي هو بيكسب من الانتباه بتاعك؟ خلينا نركب موضوع يعني الادمان ده دلوقتي خالص. خلينا نتكلم عن ان انت السلعه، ان انت عندك حاجه انت بتقدمها ببلاش. يعني انت معاك فلوس بتروح ترميها كده حرفيا، انت معاك فلوس بتروح تديها للناس دي. الفلوس دي اللي هي الانتباه بتاعك. فزي ما قلت لك كده ان لو لقيت الحاجه ببلاش، لو لقيت السلعه ببلاش فاعرف ان انت السلعه. ده انا عايز اقول لك ان انا ممكن اخليك سلعه وادفعك فلوس كمان. تخيل ان الانتباه ده عمله، ان تركيزك في الشاشه ده كل ثانيه بتقضيها انت اكنك بتدفع جنيه، اكنك بتدفع سنت، اكنك بتدفع ايا كانت العمله. فهنتخيل ان انتباهك ده عمله، هي فلوس. انا عشان اخليك تفضل تديني من العمله بتاعتك عشان انا اعرف احولها، زي بالظبط كده ما تحول الدولار لجنيه، عشان انا اعرف احول العمله اللي انت بتديها لي دي لدولارات تدخل الشركه بتاعتي، فانا لازم اخليك مدمن على الحاجه دي.
وعشان اخليك مدمن على الحاجه دي انا لازم استغل هرمون جواك، وهرمون لازم يكون هرمون عنيف، هرمون هو بيتحكم في حياتك وبيتحكم في قراراتك عموما. الهرمون ده هو هرمون الدوبامين، وزي ما قلت لك هو مش هرمون السعاده، ولكن هو بيحسسك بالسعاده من الحاجه الغير متوقعه. هتلاقي ان ادمانك للموبايل وادمانك للسوشيال ميديا هو زاد بعد 2020 2019 2018 في خلال الثلاث سنين دول. ادمانك للموبايل قبل الفتره دي ما كانش زي دلوقتي، او ادمانك للسوشيال ميديا عموما ما كانش زي دلوقتي. ليه ما كانش زي دلوقتي؟ لان السوشيال ميديا نفسها ما كانتش بتلعب على حته المكافاه الغير متوقعه دي. لا، هو انت كان عندك شويه صحاب وشويه متابعين، انتوا بتشوفوا حاجات بعض، وفي النص كده ممكن تلاقي حاجه غريبه عنك وخلاص، فانت متوقع اللي انت هتشوفه، وبالتالي مفيش دوبامين، لان الدوبامين بيجي من الحاجه الغير متوقعه، المكافاه الغير متوقعه، زي القمار. اللي بيخلي حد مدمن على القمار هو الدوبامين، ان هو بيحط 1000 جنيه هو عارف انه احتمال ياخدها 10000 او ما ياخدهاش اصلا. وهو ده اللي بيحصل في السوشيال ميديا، هي دي الحاجه اللي بتخليك دايما ماسك التليفون وفاتح السوشيال ميديا. زمان ما كانش فيه الكلام ده، انت متوقع هتشوف ايه، لكن دلوقتي انت مش متوقع هتشوف ايه. وببساطه لو جيت ربطت كده ما بين السوشيال ميديا وما بين القمار، هتلاقي ان فكره الريفرش دي هي قمار على فكره، ان انت تعمل ريفرش كده نفس فكره القمار، اللي هو انا بعمل ريفرش ويا ترى ايه اللي هيظهر لي، يا ترى ايه الحاجه اللي هتطلع قدامي. عشان كده بتلاقي ان انت في وسط الريلز او في وسط البوستات اللي بتشوفها ممكن تلاقي مثلا ريل يطلع لك من واحد من صحابك، او واحد يعني انت متعود تتابعه، واحد انت بتتفرج عليه على طول، و10 لا 10 حاجات عجيبه كده يعني انت مش متابعها اصلا. فالسبب في كده هو ان انا عايز اشد انتباهك لحاجات كتير مختلفه، فابتدي اخليك انت مش متوقع ايه اللي جاي، فتفضل ايه عندك فضول تعرف ايه اللي هيجي، يا ترى ايه المكافاه اللي جايه. النقطه دي هي اللي بتخليك دايما ماسك البتاع ده، لان انت يا ترى ايه اللي جاي، يا ترى في حاجه حلوه جايه ولا الفيديو اللي جاي هيكون ممل بالنسبه لي، وهكذا. طيب ايه الحكمه من ده؟ الحكمه من ده ان انا اخليك ماسك البتاع ده في ايدك اطول فتره ممكنه، لان انت لو فضلت ماسكه في ايدك اطول فتره ممكنه ده معناه ان انا هعرض لك اعلانات اكتر، معناه ان في معلنين اكتر هيحطوا عندي، ده دراعي اللي ترقع عادي، معناه ان هخلي المعلنين يعملوا اعلانات اكتر، هكسب منهم اكتر. طب عشان اكسب منهم اكتر لازم اربطك جنبي، مش مهم انت اولع، انت ما تشتغلش، انت ما تعملش حاجه، المهم تفضل قاعد ماسك التليفون وقاعد قدام الحاجه اللي انت بتشوفها دي، عشان تلاقي كل شويه اعلان يظهر لك. انت بقيت رقم بالنسبه لي، لان انا لما باجي اكلم المعلن او المعلن لما يجي يتفق معايا، طبعا هو ما بيتفقش بشكل شخصي، ولكن تخيل الصوره ان هو بيتفق بشكل شخصي، هو بيقول لي والله انا هديك $100 في مقابل ان 1000 واحد يشوفني. تمام، انا دلوقتي عايزك تبقى واحد من ال1000 دول، ما هو انت لولا ان انت موجود ما كانش الراجل ده دفع لي $100، فانت بالنسبه لي رقم، انت واحد من ال1000. انا لازم اخليك مدمن على البتاع ده، وعشان اخليك مدمن انا مش هفرحك ولا ازعلك، لا انا هخليك مش متوقع اللي جاي، فهتفضل دايما عمال تعمل ريفرش، دايما عايز تشوف يا ترى ايه اللي جاي. وعلى فكره هي دي اللي جت منها فكره السكرول، ان انت هتسكرول الفيديو اللي جاي انت مش متوقعه، الفيديو اللي جاي انت مش عارف هو ايه، فهتفضل قاعد معايا. وده يترجم لك بقى، والنقطه دي ما حدش اتكلم فيها كتير، او يمكن يكون ما حدش اتكلم فيها اصلا، ده يترجم لك هو احنا ليه نفسيا بعد 2020 حاجه وقبل 2020 حاجه تانية. هتقول لي الكورونا والحاجات دي كلها، هقول لك تمام هي كانت سبب، ولكن المفروض ان هي انتهت، فالمفروض نرجع زي ما كنا. ليه ما رجعناش زي ما كنا؟ النقله اللي حصلت في الخوارزميات بتاعه السوشيال ميديا هي اللي خلتك نفسيا متدمر. انت فاكر ان انت السبب في ده، ان الاقتصاد بقى اسوأ، ان الكورونا، صحيح كل ده حصل فعلا، هي السبب في نفسيتك المتدمره، ولكن لو ركزنا كده هو ايه السبب في كل ده اصلا؟ يعني ايه اللي خلى الاقتصاد يبقى الكوكب كله مش مرتاح، ما حدش لاقي، كلنا بنشتكي من الاقتصاد، كلنا بنشتكي ان احنا كل حاجه غليت علينا، وانا مش بتكلم عن مصر ولا السعوديه ولا امريكا، انا بتكلم عن الكوكب كله. هو السبب في كده ان الناس نفسها ما بقاش عندها طاقه ان هي تنتج، الناس نفسها ما بقاش عندها طاقه ان هي تقوم وتشوف اللي وراها وتحاول ان هي تخلي اللايف ستايل بتاعها احسن. هو بقى الفكره عندنا عن اللايف ستايل هو الاستهلاك. طب الاستهلاك ده جه منين؟ جه من السوشيال ميديا، هو جه من ان انت قاعد بتتفرج على غيرك، وده نتيجه لان انت بقيت مدمن للبتاع ده. طب انا مدمن للبتاع ده،
طبيعي وانا بقلب انا بشوف فلان ده جاب حاجه مش عارف عامله ازاي فانا نفسي اجيبها، انا شايف فلان ده قاعد في مطعم بياكل الاكله الفلانيه، فلان بيتفاخر ان هو جايب اغلى عربيه، فلان جايب اغلى تليفون، فلان. الحاجات دي كلها خلتك تحس اللي هو انا مش مبسوط لما اروح اجيب كذا، هروح اجيب كذا، هروح اجيب كذا، وبالتالي هو ظهر عندنا نوع من الاستهلاك بقى بياخد مننا فلوس فيخلي اوضاعنا الاقتصاديه اسوأ. وفوق ده كله انت نفسيا مش قادر تشتغل، مش قادر تنتج، مش قادر تبتكر، فشكرا. وده مش انت، ده ال 8 مليار. فبتلاقي ان الوضع في النازل، انت بتقع فالاقتصاد بيقع، فانت تقع نتيجه ان الاقتصاد وقع، حلقه مفرغه بقى ونفضل يعني عارف البيضه ولا الفرخه، نفضل بقى نلف ورا بعض. انا عارف ان الفيديو سحلتك معايا ودماغك يعني لو انت قعدت ركزت فيه كده هتلاقي دماغك سرحت في حتت كتير، ولكن احنا بنحاول نفهم هو ايه السبب في كل ده. يعني ايه اللي خلانا فجأة بقينا مدمنين للبتاع ده مع ان زمان ما كناش مدمنين ليه؟ هو السبب في كده هو انتباهك. وعشان كده انا بسمي القصة دي اقتصاد الانتباه. هو دلوقتي ما بقتش اغلى عملة ذهب ولا دولار ولا جنيه ولا لا، هو انتباهك هو اللي هيجيب لي كل ده. وبما انك انت سهل انت سايب لي نفسك ان انا اخد منك العملة بتاعتك اللي هي الانتباه واحولها ابيعها واكسب منها فلوس. عشان كده بقى في حاجه اسمها اقتصاد الانتباه من وجهه نظري، ان انتباهك ده في حد ذاته هو عمله، هي بورصه، انا عمال ابيع واشتري فيك وانت مش واخد بالك وانت مبسوط وانت ماشي مش واخد بالك من اي حاجه. فالفيديو ده هو الغرض منه ان انا اخليك تسرح بخيالك بشكل يخليك اللي هو ايه، تبص ورا كل حاجه احنا بنعملها. هو احنا ليه كده؟ احنا ليه احنا بنعمل اللي احنا بنعمله ده كله؟ ايه السبب في كل ده؟ فهي دي الحكمه من الفيديو. وعلى فكره ده سبب من الاسباب اللي مخليك مش قادر تكمل فيديو طويل، ده السبب اللي من الاسباب اللي مخليك مش قادر ان انت تحضر كورس مثلا، ده السبب اللي بيخليك تبدا في حاجه وتسيبها بعد يومين، ده لو كملت يومين يعني. سبب في كده ان انت اتعودت على ان انت دايما في جديد، دايما في حاجه بتحصل على طول بسرعه بسرعه بسرعه، هتشوف حاجه تانية مختلفه، هتشوف حاجه تانية غير متوقعه، دوبامين زياده، وهكذا تفضل في الدايره دي. عشان كده انت زمان كنت بتقدر تذاكر، كنت بتقدر ان انت تحضر كورس، كنت بتقدر ان انت تعمل حاجات كتير، لكن دلوقتي انت مش قادر، انت دلوقتي بتزهق بسرعه، انت دلوقتي انا عايز الزبده من الاخر، هات لي من الاخر. ومن هنا جه مصطلح تعفن الدماغ. من الحته اللي احنا بنتكلم فيها دي، هي الحته دي هي السبب في الموضوع ده. وعايز اقول لك بقى ان ده بيأثر عليك بدنيا، انت هتلاقي نفسك ان انت كل يوم قايم بضرب الجزمه، انت مش عارف تصحى من النوم، هتلاقي نفسك كل يوم انت قرفان من عيشتك وحاسس ان انت كسلان وجسمك مدغدغ وحالتك حاله. ما هو ده السبب. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو جسمك ده ايه اللي بيحركه اصلا؟ ما هي دماغك. طيب هو البني ادم عباره عن شويه هرمونات في بعض، دي حقيقه، هو انت اللي محركك كلك على بعضك شويه هرمونات. فلما انا دلوقتي اخليك مش قادر تستحمل 30 ثانيه على بعض عشان تقلب للريل اللي بعده والريل اللي بعده والريل اللي بعده، كل ده ضغط على دماغك، خصوصا ان هي مواضيع متفرقه. انت حرفيا في خلال دقيقه انت ممكن تفتح في 100 موضوع، 100 موضوع مختلفين عن بعض في دقيقه، انت عمال تقلب دماغك يلا بينا، انت بص حرفيا واخد دماغك في خلاط وعمال يلا بينا. ده بيترجم بقى فيك بدنيا ان خلاص انا دماغي استوت خلاص، بس انت ما تبقاش عارف ده، يعني انت ما تبقاش واخد بالك من ده. ده انا عايز اقول لك كمان ان انت لو شغال ولا بتذاكر ولا بتعمل اي حاجه وفكرت ان انت وقت الراحه بتاعك ان انت ممكن تفتح السوشيال ميديا تبص على ايه اللي حصل ولا ايه الدنيا، هو فعليا انت بتهلك دماغك اكتر، انت كده مش بترتاح. ترتاح دي يا باشا ان انت تغمض عينك وتفصل عن الدنيا. فقعدك على الموبايل هو بيهلك دماغك بشكل مش طبيعي، وهو ده اللي بيأثر عليك بدنيا، ده اللي بيخليك دايما حاسس انك كسلان، ده اللي بيخليك دايما حاسس اللي هو انا مش قادر اقوم من النوم، انا مش قادر اتحرك. ليه؟ انت دماغك مستوي، انت يعني خلاص انا خدت انتباهك كله، انا كفيسبوك كانستجرام كاي حاجه انا خدت انتباهك كله، انت ما عندكش طاقه اصلا تعيش بيه. وعايز اقول لك ان السكرول الكتير والتعدد او تشتت المعلومات اللي بتدخل لدماغك في وقت قصير ده بيدمر او مش بيدمر، هو بيأثر على الفص الجبهي عندك. الفص الجبهي ده حته دي في الدماغ كده بتخليك تاخد القرار، تخليك ان انت تفكر او تتحرك، يعني هي دي اللي بتخليك عارف اللي هو ايه، انا هقوم دلوقتي اعمل كوبايه شاي. اتخاذ القرار ده نفسه هو المسؤول عنه النقطه دي. فلما انت النقطه دي خلاص انت عارف اللي هو ايه، اهلكتها، انت طلعت عينيها
هقول كلمه تانية بس ماشي. فتخيل انت بقى ان النقطه دي انت سحلتها معاك يا باشا، انت قرار انك تقوم تعمل كوبايه شاي في حد ذاته بقى مأساة. طب انت دلوقتي طالما فقدت اتخاذ القرار، ما شكرا، ما انت كل حاجه في حياتك قرار. فكره انك عايز تعمل حاجه فتقوم تعملها، انت قررت ان انت هتقوم تعملها. طب لو انا دلوقتي ما عنديش بقى النقطه دي خلاص بقيت عامل لها كده شات داون، ما انت هتفضل قاعد في السرير. هو ده السبب اللي يخليك تفضل قاعد في السرير، ده السبب اللي بيخليك مالكش مزاج تعمل حاجه. اتخنقت، مش عايز اكمل. مش، لا يا عم انا الكورس ده طويل مش هسمعه. على فكره انا بقابل من ده كتير، يعني انا بقابل كتير قوي من الناس اللي هو يا عم انجز انهي. ليه على فكره بيبقى يعني موضوع مهم، بيبقى كورس. يعني في مثلا انا عندي كورس في المونتاج، هو الكورس 4 محاضرات، كورس صغير، كل محاضره حوالي تلت ساعه. في ناس كانت تدخل تقول لي انت ليه مطول كورس 4 محاضرات كل محاضره تلت ساعه، تقول لي انت ليه مطول؟ احنا بنتكلم في مونتاج، ده انا مختصر. يعني انا جايب لك كده ايه اللي هو مدخل للمونتاج، فاهم؟ اللي هو بديك شويه معلومات كده تحطك على اول الطريق، تقول لي انت ليه مطول؟ فاحنا وصلنا في حته وحشه قوي، ان انت ما عندكش القدره، او مش انت كونك واصل معايا للنقطه دي اصلا في الفيديو فانت تمام وانت راجل زي الفل. ولكن 99% من الناس هي ما بقاش عندها خلق ان هي يعني تستنى الاكل يستوي حتى. وعايز اقول لك ان في شويه من الناس كده بقوا واعيين للنقطه دي، وبسببه هم بقوا بيعملوا حاجه معينه. الحاجه المعينه دي ليها علاقه بالتكنولوجيا اكيد، لان احنا بنتكلم عن السوشيال ميديا، ليها علاقه بالتكنولوجيا. هتكلم عنها النقطه دي الناس بقت بتعمل ايه، هتكلم عنها في القناه الثانيه بتاعت التكنولوجيا. في عندي قناه على فكره انا بتكلم فيها في الكمبيوتر والموبايل والحاجات اللي زي دي، هتكلم عنها هناك، فاحضر الفيديو اللي هناك هتلاقيه نزل بعد الفيديو ده تاني يوم على طول. تمام، بما انك واصل معايا للنقطه دي فانت واعي ان في مشكله. احلها ازاي يا احمد؟ اعمل ايه؟ اقول لك ببساطه كده، في حاجه اختراع جميل قوي في التليفون، الدونت ستيرب. هتشغله بس تلغي منه المكالمات، سواء بقى انت كنت ايفون او اندرويد عادي. هتشغل المود ده وتخلي بس المكالمات هي اللي تجيلك. ولو انت حد ما بيجيلوش مكالمات، خلاص كبر دماغك، خليها على طول دونت ستيرب. الفكره ان انت بتقلل التشتت بقدر الامكان، ان انت مش كل نوتيفيكيشن هيجي، لان خلي بالك برضو النوتيفيكيشن زيه زي السكرول كده. انت اول ما بتسمع صوت تن انت على طول يا ترى مين عمل ايه، فهي برضو بتفرز دوبامين معاك لان في مكافاه غير متوقعه. فاحنا عايزين نمنع الموضوع ده، عايزين ان فكره ان دماغك يسمع تن فيحس ان في حاجه فيروح وراها، دي عايزين نلغيها. فاعمل الموبايل بتاعك دونت ستيرب، دي اول نقطه. تاني نقطة، أرجوك لما تاخد فترة راحة ما تقعدهاش على الموبايل. لما تاخد فترة كده اللي هو مثلا انت واخد ربع ساعة ولا نص ساعة كده بتريح دماغك، سيب الموبايل. ما تقوليش اصل انا هكلم فلان، اصل انا هتفرج شوية على اليوتيوب، اصل انا هتفرج شوية على الانستجرام. سيب الموبايل خالص. تالت نقطة واهم نقطة هي بداية يومك. بداية يومك هي اللي هتحدد شكل باقي يومك عامل ازاي. بص، اول ساعة كده في يومك ارجوك ما تبصش على الموبايل اساسا، ما تمسكوش. يعني اول ساعه في يومك حاول ان انت غصب عنك خلي الموبايل اصلا قبل ما تنام بعيد عنك. واول ساعه في يومك اول ما تصحى كده شوف، هتقوم تصلي، هتقوم تاخد دش، هتقوم تشرب قهوتك. يا سلام بقى لو انت مثلا هتقعد تقرا كتاب كده وانت بتشرب قهوتك اول ساعه في يومك، بعدها تروح الجيم كده، انت بص يعني ملكت الدنيا. فبعد يا عم ما تعدي الساعه دي ولا الساعتين دول امسك الموبايل بتاعك مفيش مشكله، بس اول ساعه في يومك دي هي اللي هتحدد نفسيتك وهتحدد انتاجيتك اليوم كله. فمعلش تعال على نفسك. وبمناسبه تعال على نفسك، فرابع نقطه هي خالف هواك، بمعنى ان انت اجبر نفسك ان انت تشوف محتوى طويل. وعشان كده الفيديو ده انا عامله طويل يعني اجبر نفسك ان انت تشوف محتوى طويل. افتح اليوتيوب، خلي بالك انا بعتبرها هي انظف منصه طبعا، بخلاف الحته بتاعت شورتس لان هي قلبت تيك توك قوي. بس اجبر نفسك ان انت تشوف محتوى طويل، وحاول انت تدخل نفسك على اليوتيوب اكتر ما تستخدم الانستجرام والتيك توك. وانا مش بقول كده عشان انا بعمل محتوى على اليوتيوب، مش فكره كده، ولكن اليوتيوب فعلا انت هتلاقي فيه قيمه. يعني هتلاقي وانت بتقلب يا عم لو شدك فيديو بيعلمك ازاي، يعني اي حاجه بيعلمك اي حاجه في اي حته هتدخل تسمعه. ده انا بالنسبه لي احسن 100 مره من ان انت تقعد على الانستجرام قاعد بتقلب في ريلز. خلاص انت طلبت معاك ان انت هتشوف محتوى دلوقتي، ان انت هتمسك الموبايل بتاعك افتح اليوتيوب، الغي التيك توك والانستجرام والكلام ده كله، افتح اليوتيوب. هتلاقي نفسك اللي هو يعني وانت قاعد كده شدك فيديو طويل سمعته، هتلاقي نفسك طلعت بمعلومه، استفدت اي حاجه. فاجبر نفسك ان انت تشوف فيديو طويل، ما تسيبش نفسك كده لمزاجك اللي هو والله انا بتخنق بعد 10 ثواني،
انا لو وريتك الاحصائيات اصلا بتاعت القنوات، على فكره انا عندي 3 قنوات، لو وريتك الاحصائيات بتاعت القنوات هتلاقي ان الناس ما بتكملش دقيقه من الفيديو، وهتلاقي ان زمان ده ما كانش بيحصل، وهتلاقي ان دلوقتي انت عشان تعمل محتوى والمحتوى ينجح لازم تقعد تفكر في هوك وتشوف المشاهد ازاي هتخليه دايما عنده فضول ايه اللي خلى ده يحصل؟ اللي خلى ده يحصل ان احنا اتكلمنا فيه طول الفيديو. زمان ما كانش فيه كده، زمان كان الفيديو تمام انا لاقي ان في معلومه فانا بكمله، مش لازم اقعد ادور ازاي هشدك ليه. فالنقطه دي خلي بالك منها، نقطه ان انت بقيت بتمل بسرعه دي كارثه سوداء. وعايز اقول لك ان انا كواحد صانع محتوى انا ممكن استغل ده كويس قوي، بس ليه؟ ما انا احاول اساعدك. يعني انا دلوقتي بكلمك في ان انت الوضع اللي انت فيه ده مش صح. الوضع اللي انت فيه ده هو انت بتخلي ناس كتير تكسب من ورا الثواني والدقايق والساعات اللي انت بتقضيها على التليفون. عملة انتباهك دي الناس بتقدر تحولها لفلوس فعلا، فما تكونش جزء من اقتصاد الانتباه. ويعني اتمنى يكون الفيديو فادك باي حاجه، وقول لي برضو في الكومنتات كده يعني دماغك راحت بيك لفين. يعني عايزك تكتب لي كومنت كده تقول لي رايك في الكلام اللي قلناه، وتقول لي هل انت عندك وجهه نظر مختلفه، عندك راي زياده، عندك معلومه زياده، يا ريت تسيبها لي في الكومنتات. انا بحب جدا على فكره المناقشه دي، فسيبها لي في الكومنتات. ولو السؤال بتاعك او الكلام اللي انت كتبته كان حلو انا هبتدي اخده وادور وراه واعمل بيه الفيديو اللي جاي. فتنساش ان انت تعمل الحاجات دي، طبعا ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو اللي جاي. ما تنساش انك تروح برضو على القناه بتاعت التكنولوجيا، هيكون فيها فيديو بقى يعني للناس زي ما قلت لك من شويه، الناس اللي هم كانوا عايزين يخرجوا من الدايره دي فعملوا حاجه ذكيه جدا، حاجه ليها علاقه بالموبايل. فروح على القناه الثانيه استنى الفيديو بتاع الموضوع ده. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.